شكون منا ما مشاش للسوق هاد السيمانة وتصدم في الثمن؟ واخا الاخبار كتقول التضخم تراجع، الواقع في السوق كيقول حاجة اخرى تماما. اليوم بصفتي باحثة في الاقتصاد غنفرتك لكم هاد القضية ونعرفوا علاش الأثمنة لصقات وما بغاتش تهبط. السلام عليكم. بزاف منا كيسمع في الاخبار هاد الايام معدل التضخم في المغرب تراجع ل1% ولا 2%، ولكن ملي كنمشيو للسوق كيبان لينا الدجاج الزيت واللحم باقيين شاعلين فيهم العافيه. واش هاد الارقام كيكذبوا علينا ولا كاين شي حاجه اخرى ما فاهمينها؟ في الفيديو ديال اليوم غنشرح لكم هاد اللغز الاقتصادي ببساطه باش تعرفوا شنو واقع في جيوبكم، علاش التضخم نقص والاسعار ما نقصاتش. اول حاجه خاصنا نفهموها هي شنو كيعني تراجع التضخم. تخيلوا معايا التضخم واحد الطوموبيل غدا ب 120 كيلومتر في الساعه، هذا هو الغلاء اللي عشنا في 2023. ملي كيقولوا التضخم نقص ل 2% راه هاد الطوموبيل غير نقصت السرعه ل 20 كيلومتر في الساعه، ولكن راه باقا غادا لقدام. اذا شنو هي القاعده هي تراجع التضخم يساوي الأسعار كتزيد تطلع ولكن بشوية وببطء. انخفاض الأسعار ولا الديفلاسيون هو اللي كيخلي الحاجة ترخص، وهذا نادرا ما كيوقع حيت كيقدر يسبب ركود اقتصادي. ولكن علاش الأثمنة لاصقة ولا ظاهرة الأسعار لازجة ولا كما كنسميوه في الاقتصاد ستيكي برايسز؟ الشركات كيتسناو مول الشركه ولا التاجر ملي كيشري سلعه غاليه ما كينقصش الثمن فورا غير حيت التضخم نقص، كيتسنى يشوف واش هاد النقص غيدوم وباغي يعوض الخسائر اللي دازت عليه. ثاني حاجة هي تكاليف الإنتاج واخا المادة الأولية ترخص، تكاليف الأخرى بحال الضوء والكراء واليد العاملة بقات طالعة. داكشي علاش الثمن النهائي كيبقى شاد راسو. دور الصدمات الخارجية، حنا في المغرب كنتأثروا بزاف بما هو دولي، الجفاف، نقص، تساقطات، كيزيد تكلفة الإنتاج الفلاحي، وهذه صدمة محلية كتخلي الأثمنة ديما طالعة واخا العالم كله يرخص. سلاسل التوريد، أي مشكل في البحر ولا في ثمن المحروقات دوليا كيخلي السلعة ديالنا توصلنا غالية. الخلاصة ديال هاد الفيديو، التضخم إلا هبط هو السرعة ماشي الثمن. باش نرجعوا للأثمنة القديمة خاصنا سنوات من الاستقرار والنمو في الدخل الفردي باش تولي القدرة الشرائية ديالنا متناسبة مع هاد الواقع الجديد. وهكا كنكونوا وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنساوش ديروا جيم وتابوناو عندي في لاشين.